في إحدى الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال التكنولوجيا، كان هناك حارس أمن يدعى فتحي. كان يعمل في الليل ويعرف بين الجميع بذكائه واهتمامه بكل التفاصيل. في إحدى الليالي، أثناء تجواله في محيط المبنى، لاحظ شخصين يمران بالقرب من المدخل الخلفي. كان الوقت متأخرا، ولم يكن من المفترض أن يكون هناك أشخاص في هذا المكان في هذا الوقت. راقب فتحي الشخصين عن كثب، ولاحظ أنهما كانا يرتديان ملابس داكنة ويحاولان التسلل عبر السياج الخلفي للمبنى. بدا أن هناك شيئا غير طبيعي في تصرفاتهما، خصوصا أنهما كانا يبتعدان عن الكاميرات الأمنية، وكأنهما يعرفان طريقهم جيدا. بدأ فتحي يشعر بالقلق، وأدرك أنه قد يكون هناك محاولة لسرقة أو تخريب. توجه بسرعة إلى غرفة المراقبة وبدأ يراقب الحركات على الشاشات. اكتشف أن الشخصين كانا يحاولان التسلل إلى الأدوار العليا من المبنى، حيث توجد الخزائن التي تحتوي على معلومات وأموال حساسة. شعر فتحي أن الوضع يتطلب اتخاذ قرار سريع. قرر أن لا يتصل بالشرطة فورا ليمنع اللصوص من الهروب إذا شعروا بالخطر. استخدم ذكاءه وقام بتغيير مسار كاميرات المراقبة ليوجهها نحو المكان الذي كان فيه اللصان. كانت الكاميرات الجديدة تسجل تحركاتهم، لكنهم لم يلاحظوا التغيير. ثم استخدم جهاز الاتصال الداخلي ليوجه تحذيرا للموظفين في الأدوار العليا بضرورة توخي الحذر. طلب منهم إغلاق الأبواب والنوافذ بحذر دون أن يشعر اللصان بشيء. بدأ اللصان يقتربان من الخزائن، لكن فتحي كان قد أعد خطة محكمة لإيقاعهم في الفخ. بعد ذلك قام بتفعيل نظام الإنذار الذي أصدر أصواتا عالية تنبه الجميع في المبنى. شعر اللصان بالارتباك وقرر الهروب، لكن فتحي كان قد أغلق الأبواب الرئيسية، وبذلك أصبح اللصان محاصرين داخل المبنى. وصلت الشرطة إلى المكان بعد فترة قصيرة. ألقت القبض على اللصين الذين اعترفا بمحاولتهما سرقة المعلومات والوثائق المهمة من الشركة. عندما عاد فتحي إلى غرفة الأمن بعد القبض عليهما، شعر بالفخر لأنه تمكن من إيقاف جريمة كبيرة بفضل يقظته وذكائه.